إيران غفلت ترامب والعالم وبتضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز، والحرب قامت حرفيا. وترامب كشف عن أخطر قائد داخل إيران دلوقتي، وهو القائد البعبع أحمد وحيدي، بعد إصابة مشتبه خامنئي. صراخ في أمريكا وإسرائيل بعد مجزرة ال200 ضابط في لبنان، وحقيقة الهدنة المزيفة اللي كانت فخ الجيش الاحتلال. والحرس الثوري الإيراني كشف عن مفاجأة حرفيا كانت كارثية، وفي شوية أخبار تانية مهم إنك تعرفها، فركز معايا جدا. خلونا نبدأ من إسرائيل واللي حصل فيها آخر 48 ساعة. إسرائيل يا صديقي انتهكت الهدنة مع لبنان بعد ما إيران رفضت المفاوضات مع أمريكا، لأن أصلا الهدنة اللي حصلت حاليا بين إسرائيل ولبنان هي حصلت بضغوط أمريكية وإيرانية. تعال أقولك باختصار. إيران خدعت أمريكا بإنها هتوقف الحرب، وإنها موافقة على هدنة لإيقاف النار بين إيران وأمريكا، وكمان فتحت مضيق هرمز بالكامل، لدرجة إن في سفن أمريكية وإسرائيلية عدت منه. على الجانب الآخر إيران قالت لترامب بشكل غير مباشر إنه يؤمر إسرائيل بوقف الحرب والقبول بالهدنة مع لبنان، وده اللي حصل بالظبط. قامت إيران بعدها قفلت مضيق هرمز بالكامل، وكمان ما حضرتش المفاوضات حتى. هنا بقى إسرائيل شافت إنها ترجع تضرب في لبنان تاني، اللي وقفت ضربها بسبب إيران أصلا. تقوم إسرائيل تقرر تنفذ هجوم بري على لبنان، والقوات الإسرائيلية كانت بتبني كمين لجنود حزب الله. وسبحان الله يا أخي إن حزب الله هو اللي يرد لهم الضربة. العساكر الإسرائيليين أول ما دخلوا لبنان لقوا إن في كمين معمولة خصيصا ليهم، وبعدها عينك ما تشوف إلا النور. جنود حزب الله كانوا بيخرجوا من كل مكان وبيضربوا فيهم، لدرجة انهم دمروا 3 دبابات وطيارتين، ده غير كم الإصابات اللي حصلت لضباط وعساكر إسرائيليين، واللي إسرائيل قالت ان عددهم 45 ضابط وعسكري. لكن خليني أقولك ان العدد أكبر من كده، أقل حاجة 3 أضعاف. أمريكا وإسرائيل أي أعداد يقولوها داخل الجيش بتاعهم اعرف إنها مش صحيحة، والأعداد الحقيقية أكبر من الرقم ده بكتير. يعني إسرائيل مش بعيد يكون الإصابات اللي حصلت لهم آخر 48 ساعة قد تتعدى 200 إصابة حرفيا، زي ما بقولك كده مش 45. ولك أن تتخيل كم الثقة بتاعتهم وهم بينتهكوا الهدنة ورايحين ينفذوا هجومهم على لبنان، يقوموا هوب يرجعوا مهزومين وقتلى ومصابين، وحالتهم تصعب على الكافر. وبعد اللي حصل ده إسرائيل قالت حزب الله قدرت تعمل كل ده إمتى؟ ده كده إيران اتدخلت في الموضوع. خليني أقولك إن إيران اتدخلت فعلا، وهي أعلنت أصلا إنها تساعد حزب الله بأسلحة وبكتايب عسكرية كمان. إيران يا صديقي حاليا أصبحت أكتر عدوانية وعنف تجاه إسرائيل وأمريكا بعد ما اتكشف عن القائد الجديد اللي بقى بيتحكم فيها. وتخيل ان القائد ده ما طلعش مشتبه خامنئي، لان يقال اصلا انه في الوقت الحالي بين الحياة والموت بعد ما نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال أمريكية إسرائيلية، لكن أدت لإصابات حرجة، وبيقولوا حالته سيئة جدا. لكن القائد اللي جه بعد ما اغتاله علي لاريجاني، القائد السابق، مسك مكانه حاليا قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وقالوا إن الشخص ده عدواني لإسرائيل وأمريكا بطريقة لا يمكن تخيلها، وده اللي معطل المفاوضات، وهو اللي رافض إن الحرب تنتهي أصلا، وأمر فريق المفاوضات الإيرانية بعدم الحضور، وقال لا تفاوض مع أمريكا وإسرائيل. وهو اللي أمريكا مرعوبة منه حاليا، لأنهم عرفوا إنه مش هيحل معهم الحرب نهائيا. علشان كده من بداية الحرب وهي إسرائيل وأمريكا مركزين على الاغتيالات، وإيران قدرت تحول الموضوع ده من نقطة ضعف لمركز قوة. وده لما قالوا إن إسرائيل وأمريكا لما يغتالوا قائد هيجيبوا قائد أعنف منه بكتير جدا، وده بالحرف اللي حصل دلوقتي.